هاتي لايدي واطلعي انت تشتري الغسيلات. طيب انشر الغسيلات واجي اساعدك؟ لا ما ترجعي تساعديني، روحي شوفي خيريه اذا ناقصها شيء. شو حنقولك؟ ومثل مرت اخي شكري على قولة جهز الغدا يا مطيعه، جهز العشاء يا مطيعه، تقولي ما في غير حبلة. معلش من يوم ما بتزين مروته بالميزان. يلا على عيني بس. الله يعطيك العافيه. تعي تقبريني تعي، يقبر عظامي هالوش الحلو ما في منه يقبر عظامي. بعيد الشر عنك يا ماما، توسك العافية، ربي ما يحرمني من حنانك. لكان في حدا بالعالم عنده هالوش الحلو هذا بيتركه ليلي، لك الله يسامحه لأبوه، الله يسامحه. يا مو أبي وأخي عزام راحوا على الشغل؟ ايه من شوي راحوا. الله يجيرنا من هالنهار، إن شاء الله ما بيشوفوا جوزك بيعملوا لهم شي خناق. من ناحية مراد ما بظن، بس يا خوفي من اخواته قلبهم حجر ولا بيعرفوا يحترموا لا الكبير ولا الصغير. ستي الله يقدم اللي فيه الخير ويبعد عنا المشاكل يا حق. آمين يا رب العالمين. يا مو شو مشان مساعده؟ يا مو اليوم ببعت لها خبر تجي تشق عليكي. يا مو أنا والله مو مشاني، مشان الصغيرة صدرها كتير عم بخير والسعلة عم تكتر عليها. ايه والله شايفتها يا مو شايفتها، أنا رح روح بذات نفسي ونادي لها. الله يخلي لي إياكي يا مو، والله ما بعرف لولاكي شو كان صار فيني. الله لا يحرمني منك، إن شاء الله بتكبري وبتجوزي بناتك وبتركضي فيهم مثل مني. آمين. العمى بقلبك وقلب اختك وليه؟ انزلي اوام من على المرجوحة وخلي عادل يقعد. يا الله استنى التكتك. تغنجي لك دلال، خدي المقشة وروحي اوام على غرفتي كان فيها. انت الثانية يلا اوام. ايه بس عن جد حرام عليكي، البنات هلا حتى طلعوا يلعبوا على المرجوحة، اما ما شاء الله اولادك من على بكرة الصبح عم يتمرجحوا. شو أمرتي ست كريمة؟ تعالي علميني الذوق. لا مو قصدي، بس كمان هدول البنات صغار ومن حقهم يلعبوا، بعدين دلال لساتها صغيرة وما بتعرف تكنس. ما بتعرف بس بتعرف تساعدك. والله يا كريمة صايرة بس احكي كلمة تطلعي لي سنجع عرض. أنا هذا الحكي ما عاد اسكت عليه، وبس يجي أخوك جبري بعرف شغلي معك. لك شو بكون انت وياها؟ ليش هيك صوتكم طالعة بالبيت؟ والله يا مرت عمي بس يجي احكي مع بنات خيرية كلمة بتطلع لي كريمة بوشي. أنا ومرت عمو وإلي موني عليهم. ايه بس هدول بنات اخي مراد، مو بس بناتها الخيرية. خرسي ولا تردي بوش مرت اخوكي. شو فيها اذا حكت مع البنات كلمتين؟ مرت عمهم وبتموت تكسر راسهم كمان. لما هالفارتين لطحين ما عدنا نقدر نربيهم. لا يا مو انا مو قصدي. خرسي ولا كلمه. يلا انقلي على اوضتك يلا. يعني هلا صار كل الحق علي، انا رايحة على غرفتي. معلش يا مو طولي بالك، يعني كريمة بتضلها بنت صغيرة. صغيره والله لا يكبرها الهي. لما كنت قدها كان عندي عر اولاد. معلش يا مو، يعني كمان كريمة قايمة بالبيت كله ما عم تهدى، وبعدين كريمة مثل اختك الصغيرة، مو هيك يا حكمية ولا شو؟ لك والله بحبها وبعزها لكريمة قد الدنيا، بس هي صايرة جت معي شوي. معلش يا حبيبي لا تزعلي، يعني بطلت هي اختك الصغيره وانت اللي اكبر لك بنتي، يعني انت اللي لازم تستوعبيها. يو تكرم عينك مرت عمي. روحي شوفي من على الباب، روحي. لا يا ستي. المعلم جبري قلع ابو عزام وعزام من الفرن، وشوي تاني كانوا رح يلقوا مع بعضهم لو ما تدخلوا الشغيله والزباين. هاي الخبزات معلمتي. يلا بخاطري. حاج تدافعي عنا بقى، تستاهلي اللي صار. لا يا مو ما لها حق ابنه. مرت عمي جبري قلع ابو عزام وابنه عزام من الفرن. شو عم تقولي انت؟ جبري قلع عزام وابو عزام من الفرن؟ مين قال لي؟ الولد منير اجير الفرن، اعطاني الخبزات وقال لي شو صار. وشو قال لك كمان؟ جبري قلعهم تقليعة الكلاق. يا سلام، لك هذا اخي جبري قبر قلبي، لما بيحكي كلمة بيعملها وما بيحطها واطية لحد ابنه يقبرني. يشكل قاسي رجال من ظهر الرجال. بري عليك يا جبري، بري عليك. هيك
سعدو لك ام سعدو لساتك نايمه شعوى نومة اهل الكهف يخرب بيتك شو خملوم ام سعدو عمي جيت؟ ايه والله جيت شو بتحبي النوم كتير لا والله فايقة فايقة شو في وشك شو مجعلة لأنه لسه ما غسلته روحي الغسلية روحي روحي منين بدي لاقيها للاقيها من الشغل ولا من أهل بيتي حرام أنا لو إجي على البيت لاقي مرتي حاطط لي الفطور حظ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس مو بإيدي بحبها بكفيني صباحا هو هذا اللي كان ناقص انك تكون انت وابوك ويقعدكم بالفرن لك انا كم مره قلت لك لا بقى تروح لا بقى تروحوا شباب شكري تحبك قدام ابوك انا وابوك ما سكتنا له لك اخي ما سكتنا له لك اخي ما عاد بدي اتحبك ما عاد اتحبك لو قال لي انا وانت ماشي الحال قال لي ابوك لك كبير الحالة كل العالم تحترمه لك معقول يبعثوا قدام العالم أنت شو عم بتقول؟ أنا ما حدا بهدلني لا تواخذني لا تواخذني مش عم أنا والله ما كان قصدي أجرحك على كل حال هي هالمرة مرقت بس أنا عندي ما بتمرق يا بي ما بتمرق يا أبو عزام والله العظيم والله العظيم لا أخذ بتاري ولا أخذ بتارك كمان بكرة بتشوف بكرة بتشوف يا لطيف يا لطيف شو كان نفسي شوفك يا أبو عزام وجبري عم بيقلعك ويبهدلك قدام كل أهل الحارة يا لطيف ايه والله يا مرت عمي هيك لحظة بتساوي العمر لسه تقبلوني يي يا أخي شو محضر لهم شغلات مثل شو زهرية؟ هلا بالضبط ما بعرف بس اكيد هلا هن مجتمعين وعم بيخططوا لهم لشي شغله فشلنا خلقنا فيهم لهدول بيت ابو عزام اي والله ايه الله يسمع منك يا زهرية لأن هالتقلية عم الفرن ما بتكفي بنوب بدهم كمان ليعرفوا شو قيمتهم لك الله لا يوفقك يا حكمية شو داهية أصلاً أنتي أصل المشاكل بهالبيت يا عقربي شوف عم تعرف عزوز لعيونك جبري افندي وحياة عينك اليوم خبره لشكري رح يكون قدامك لا ما بدي اياك تقتله على الخالص بدي اياك تعمل له قتله مرتبه تكسروا فيها دير بالك اوعك تموته ها المهم تعلم عليه دير بالك يا عزوز شكري مانو سهل منو بدك تاخذ حذرك منه مو مثل اخو عزام هداك زلمه درويش وما خرجوا مشاكل ما حبيت منك مظهر بنوب وحياة عينك شكري وعزام اثنيناتهم ما بيغبروا على صرمايتي جبنا مظهر عزوز شاب قبضاي ما بيسأل لا عن شكري ولا على العشرة مثله اذا بدك خذ معك كم شب للاستحياط يعني شبنا مظهر راح اطالع خليها وحياة عينك راح روح على حارتهم ولحالي بريا عليك وانا كمان ما بنسى خاطرك زي تبرو الدفع على حسابك لعيونك جبري افندي وحياة عينك بشهرين ما عاد تشوف لا شكري ولا عزام يا هيك لبضايات يا بلا يا مو انت مالك ذنب ابوكي هو تسبب لك من طلاقك من جوزك بس يا عمو كمان جوزي ماله سهل مو سهل بنوب ايه بس كمان الصهر بيتدارى مو بيتشرشح وبيتبهدل قدام الناس وكل مشكله بتنحل بالهداوه مو بالعياط والخناق بس يا عمو لك ما قلت لك فايت اشلع والبس مشان تساوي لي فطور وين الفطور الله يغضب عليك وعليها يلا حاضر لك وانتي لك انتي قاعده لك يخرب بيتك من قامتك قاعده ليش عملت هيك جبري ليش؟ شو عملت؟ بس قلعت ابو عزام وابنه من الفرن وقطعت لهم برزقهم شو يعني قلبك شفقان عليهم؟ يا جبري هدول ناس دراويش اذا ما اشتغلوا ما بياكلوا و60 عمرهم ما ياكلوا يا بس هيك حرام وانت ليش محموق عليهم كل هالقد؟ مالي محموق عليهم يا جبري بس هن الناس احوالهم تعبانه يعني ما في شي بالحال برجعهم لعندك على الفرن وشغلهم وانت بتعرف انه المسامح كريم ايوه المسامح كريم والشي اللي ساووه فيه وفيك نسيته؟ لا ما نسيتهم بس نحن غلطنا لما فتنا بيتهم وكنا بدنا نضرب اولاد ابو عزام لك جبري
نحن ما بنغلط عربي، ومنفوت اي بيت بالحاره وغصبا عن اهله وما حدا بيقدر يمنعنا. يعني شو هلا؟ كلمتين ما في غيرهم، بيت ابو عزام ما بقى لهم شغل عنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس هيك انت عم تحاربهم بلمة تعيشهم يا جبري. خصم لي اياها عربي، خصمها. شو يا شفيق؟ اهلين يا وين رايح؟ ما في شيء، بدي ادور على شغل انا يا ابي. لا بالضايع عليك لا تروح اليوم. يا ابي والله حطق روحي، لازم انزل دور على شغل انا. معلش يا بيه، لا تروح اليوم، بكره من الصبح بتروح بتشوف شغل. اجلها لبكره. مو قادر اقعد بالبيت يا ابي، دمي عم يغلي غلي. هلا يا ابني اللي صار، ونحن كمان ما قصرنا فيهم، قلعناهم، يعني اعتبروها وحده بوحده. يا ابي بس انت رجال كبير ومقدر. خلاص يا بيه، رجالة قطة، ما بدنا مشاكل، برضاي عليك. كرمال الله يا أمي، هذا شو لازمته؟ اسمع كلمة أبوك. أمرك أمرك. وأنا ما راح أقرب عليهم هالمرة، بس وحياة اللي طعمي هالشوارع أنا ما راح أسكت. ماشي الله يرضى عليك يا أبي، الله يرضى عليك. تسلم لي عينك، فعلا انك رجال وأبضاي، تعجبني. شو؟ وين عزام؟ يا بي أنا رح روح على الفرن اللي بالحارة الثانية، يعني أنت سيدي العارفين نحن 3 قاعدين بلا شغل والبيت بده مصروف. مزبوط كلامك يا ابني، ولا تنسى تشوف لي شغل، قل له لأب معروف صاحب الفرن، أبو عزام بيسلم عليك وهو بيتولى الأمر. خلص بأمرك يا أبي، ما بصير إلا اللي بيرضي خاطرك. مش كان أنا ما لقيت شغل بهذا الفرن رح روح دور على شغل بفرن ثاني برات الحارة، مش كان تأخرت لا تقلقوا علي، الله يوفقكم. ماشي يا ابني. يلا دعونا. الله معك، الله يفتح ابو الشر. الله معك. أهلين عزام. أهلين عزوز. شو؟ وين رايح؟ وين بدي روح يعني رايح؟ شو بدك أنت مني؟ ليش عم تتوجع ولا؟ لك يا عزوز ما عم بتوجع، شو بدك مني؟ قل لي. بدي أعرف وين رايح. لا قوة إلا بالله، أخي أنا رايح على شغلي. إيه تعال لعنا. يا عزوز سبك يا عزوز. شوفي عزوز والله لك عم تضرب اخي، لك عم تضرب اخي يا عزوز الكلب. عمي دخيلك يا عمي، يا عمي كله مني عم بصير يا بنتي. لك اختي انت شو دخلك؟ ان شاء الله بموت لا ارتاح، ان شاء الله بموت، لا تقولي هيك بعد الشر. شو عم تقول؟ شكري ضرب عزوز وبهدله قدام اهل الحاره؟ ايه والله يا جبري افندي، بالبداية عزوز ضربوا العزام قدام اهل الحارة، ضربوا قتلة نهنوا فيها نهنا. حلو، وبعدين ما شفت لك غير شكري طلع من بيته وهجم على عزوز مثل النسر وبلش ضرب فيه، كف ياخذوه كف يجيبوه، هيك لحتى عزوز وقع على الارض منهنا. والله تاريخ مو قليلك شكري. أنا من الأول حذرته العزوز وقلت له شكري واحد مو سهل بنوب، بس هو مهتم لكلامي وهي قفلتها. مو مشكلة، المهم هلا في حدا من بيت أبو عزام أكل قتلة وتبهدل، بتعلم عليه قدام الخلق. عزام شكري مو بيناتنا. المهم هلا وينه عزوز؟ تركته عم ياكل قتلة من شكري. رجال والله بينشد فيك الظهر. إيه أنا ما حبيت أتدخل مشان ما يقولوا أهل الحارة إنه نحن كنا ورا هالقصة. لك حاجة إلي أهل الحارة، روح نقلع جيب لي إياه لعزوز وتعال لهون.
حاضر جبري افندي حاضر بخاطرك. ايه شو عليه يا شكري؟ لك انا اللي بده يمد ايده على اخي بدي اكسر له اياها واعلق له اياها برقبته، مين ما كان يكون. يرضاي عليك يا امي، حاجتنا مشاكل. مشاكل شو يعني؟ مين اللي عم يعمل مشاكل؟ شو يعني؟ بدك يعني شوف اخي عم ينضرب قدامي وضل ساكت؟ إيه لا كنت ولا عشت اذا بخلي واحد يمد ايده على اخي. يا ام عزام شكري ما غلط، هو دافع عن اخوه وهذا حقه، بس اخ لو عارف مين وراء القصه. اصلا مبينه، مين غيرهم يعني؟ ما في غير بيت ابو جبري. هذا جبري الكلب هو واخوه مراد دفشوه العزوز مشان يقتلوا لاخيه. جبري؟ مين غيره؟ ما في غير جبري، واطي طول عمره واطي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين مع هالمشكلة اللي ما كنا نخلص منها. ولي على قامتك يا خيري، اخواتك رح يروحوا بسببك، ولي على قامتك. يلعن البنات وخلفتهم، يا ريتني بنت انا واعملها. مطيعة عزام بوس ايدك طمنيني. ما في شي بس كم ضربة على وشه، هو صار كثير منيح. بدي اقوم شوفه. لا تقومي، طولي بالك، خلص صار منيح، والله صار منيح. وبعدين يا الله وبعدين. شو عم يجعل؟ مشان الله قل لي شو عم يجعل؟ ما في شي بس هيك حاسس جسمي كله مضعضع. وحياة الشوارب، وحياة الشوارب، لولا أهل الحارة كنت خلصت عليه. لا أخي لا تبلي حالك فيه. هذا عزوز واحد مشراني ولا وراه ولا قدام، يعني ما عنده شي يخسره. أما أنت لهلك يا عزام، أنت ما بتعرف شو ساوي فيني. أنت لما ضربوه جرحتني. أنت أخي يا عزام، والله العظيم أنت أغلى من مرتي وولادي. أنت أخي لك عزام. الله يجبر بخاطرك يا شكري، والله وأنت عندي إياك بالدنيا كلها. بس إذا عن جد أنا غالي عليك لا تتعرض له لهذا عزوز، لا تتعرض له أخي، ولا حتى لعائلة أبو جبري. بترجاك أخي، بترجاك لا تتعرض له. لك عزام، هذا جبري هو اللي بعته لعزوز. أنا بعرف شو عمل لك. بعرف أخي بعرف، كمان هو أكل جزاته وأنت الله يسلم إيديك ما قصرت فيه. بس أنا خايف القصة تكبر ويصير فيها دم، ولا سمح الله يصير فيها قتل. كلام اخوك مزبوط، فرضوا لنا بقى هالقصة كرمال الله. أنا ما عم بفهم. لك تقولي نحن اللي تعدينا عليهم، لك هن اجوا لوسط الحارة وتعدوا على البناء. بسيطة يا ابني، أنا رح لاقي لها حل مع بيت أبو جبل. على قلبي عليك يا جوزي، بحطي حكمة أنا. لك قديش ابن حرام هذا اللي ضربك؟ قل لي. بسيطة يا جبري، بسيطة أنت ومراد. دباركن عندي، ومن اليوم ورايح راح تشوفوا شكري شو راح يعمل فيكن. ليش دون شكري سلفاتك بيقتل عزوز؟ اي والله ما قصر فيك نوم. وعزوز ما قصر يا عزام. لك شو دخل جبري افندي ليبعت عزام يضرب عزوز؟ يمكن عزام عمل فصل ناقص مع جبري، مشان هيك بعد عزوز يضربه. ما بظن والله، عزام من يوم شاب معدل وبضايب وعمره ما اذى حدا. على اساس عامل لي قضاي بيجي واحد مثل شكري بيكسر لك راسك؟ بقول بدك 10 مثله؟ الله وكيلك يا معلم جبري غدر، اخذني غدر. اللي غدر، بس انا شايف كل ضروب خلقتك، منين اجى الغدر؟ ولا شاطر تقوى على الدرويش بس تاخذ منه قتاوي؟ الله وكيلك مسحت فيه الارض لعزام، حتى سأل مظهر. ايه مزبوط، وشكري كمان مسحت فيه الارض. ما لحقت معلم، نط بخلقتي مثل عفريت، تقول عم قاتل 10 عفاريت مو هيك. لك عفريت اللي يركبك ركب. اسمع مني على شو بدك تعمل.
اللي معلم انا جاهز، بس لا تقلي روح خاني شكري، ماني حسنان بنوب. لا مهمتها خلصت هون، بس بدي منك تروح على الكراكون. على الكراكون؟ وشو بدي اعمل بالكراكون يا معلم؟ والله ما بعرف، بتروح تشتكي. وعلى مين بدي اشتكي؟ تشتكي على شكري. اشتكي على شكري؟ بس يا معلم انا كمان ضربته العزام. مشان هيك بدي اياك تروح تتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيك، وانا رح خبر نشأت افندي تابع الموضوع. مثل ما بدك معلم جبري، بس يعني مشان مشان شو؟ باقي الحساب يا معلم. حلو. هلا قتلة عزام وصلتك، وقتلة شكري اي خليها على حسابك. معليش اسمع هالكلمتين، اللي بده يشتغل معي بده يكون بلا قلب وبلا رحمة، فهماني يا بضاي؟ بالعين خليتي. تقبر قلبي تيتي، اطلع عند اهلي لعمتك زهريه ولامك وقول لهم نزلوا اشربوا قهوه مع ستي. ايه يلا ركض اوام. تقبر قلبي اوام، تقبر قلبي. الهي شو عم تعملي لنا كريمه؟ ما في شي يامو، بس بدي نقي العدس. إيه الله يعطيك العافيه. يامو عربي زعلان من جبري، يعني ما بيصير هيك. لا تاكلي هم بنتي، لا تاكلي هم. انا وصيته لاخوك جبري انه لا ياخذ ولا يعطيه مع عربي، خلص ما بيصير الا اللي انت بدك اياه. كتر خيرك يامو. روحي كملي شغلك، روحي امي روحي. لك يلا وينكم؟ ساعتان كحلي، 4 تواب. نحن هيك تربينا نساوي بالناس ابن عمي؟ اطلع منا عربي، اطلع منا، لا توجع راسك بقصة مالك فيها. شلون ما اوجع راسي؟ بدك الناس تجيب معدلنا بالعاطل؟ استغفر الله العظيم. ايه رح يجيبوا معدلنا بالعاطل. ما حدا بكل الحارة بيقدر يجيب معدلنا بالعاطل. وهذا اللي صار بالحارة حلو بحقنا؟ ايه حلو كتير. شبك جبري ما عاد تهديت؟ اترك العيلة بحالها بقى. عود اشرب شاي ابن عمي عود. شايف مو همك شي جبري؟ قلنا عود اشرب شاي. هات شاي يا نديم. اخ يا فوزي على مهلك على شوي ابن عمي شوي. لك شلون هيك صار معك؟ يبعث لي حمى. يا فوزي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك هو حكاني حكي يسمن لي البدن تبعي. والله انا ما بحب المشاكل، خلاني اضرب. يبعث لي حمى عليك، يعني لو جاي الضرب على راسك شو كان صار هلا؟ معلش فوزي معلش، المكتوب ما منه. الحمد لله على كل شيء. صبري هون عم يوجعك؟ والله حاسس وشي كلياته شو بدي اسوي؟ خلص بس قومي جيبي لي مي خلص. بس دقيقة ابن عمي، هون في شوية دم بدي اروح لك اياهم، الله يخليك تحملني شوي. استحيهم قومي جيبي كاسة. امرك ابني امرك. وعم بيقولوا انه عزام ابنه لابو عزام اكل قتله من عزوز، اما شو قتله؟ حشكوا لبك، وعزوز بهدله قدام اهل الحاره كلها، خرجوا الله لا يقيموا. إلا كان بيستاهل لحتى يعرف هو وابوه وعيلته كلها انه العلاقه مع بيت ابو جبري مو سهله ابنه. هلا بتكون ام عزام عم تشهق من البكي على ابنها لحتى تعرف بتردجها مين كانت مناسبه. هدول اولاد ابو جبري يلي كلمتهم بالحاره ما بتصير تنتين. العز اللي كانت عايشه فيه هون ما بتحلم فيه لا هي ولا اهلها طول عمرهم. ستي هي رجعت لاصلها للفقر والتعتير والذل، خلي اخواتها يطعموها لحم وجوز ولوز مثل ما كان اخي مراد يقبر قلبي يطعميها لهالشرشوحه. هي هي اخرة المرأة يلي بتطلع لفوق كتير وبتصير بتشوف حالها على جوزها. لكان لك امي لكان بتوع شكها على رقبتها وبتنقرف. لكان إيه امي البنات هي اخرتها، بس اللي بتجيب صبيان تنعز عن زوجها وبيت حماها. ولا شو رايك مرت عمي؟ لكان تشكلي قاسي لكان والله مالك علي يمين اني لما بشوف اولادك قلبي من جوا هيك بيتروحان وبيتفرفح، مو مثل لما بشوف بنات لهديك شمقرين فارتين لطحين بيقمط القلب تبعي. يا حرام عليكم، شو ما في بقلبكم رحمه ولا شفقه؟ لك خافوا الله.
الله اكبر على الظالم. يا مو كريمه، كريمه حاضر يا عمو. عملي لنا كاسه عصير يا مو، خلينا نبل ريقنا على هالخبريه اللي بتفش القلب. اي والله بدها. ايه زهريه، عيدي لنا اياها كيف عزوز ضربه لعزام، تطلع من تمك غير شكل. اي والله. دلعه حطي اصبعتك، حطي تقبشي لك، حطي تقبشي عظام. ان شاء الله صحه وهنا. هلا حليت لك على قلبي وقلبك انا، لك ان شاء الله ما رح تضحكي. قلت لي يا دحا وقت لي محرزه مو هيك؟ ايه يا بي. وليش عزوزة قالت له من شكري لك؟ لانه ضرب له اخوه عزام يا بي. وليش ضرب له اخوه عزام؟ تبلي يا بي، تبلي. هيك بتبلاه من الباب للطاق؟ ايه والله يا بي تبلي. خلاص يوسف حلاك ولا تلف كذب، ضربة شمط رابطك شمط. عزوز ما بيعتدي على حدا ولا بيضرب حدا الا اذا كان حدا عامل معه شيء. صدقني يا ابي عزام ما عمل له شيء. لك عمل لك خلاص يوسف حلاك. العمى بقلبك العمى، عيلة ابو عزام بما فلا من كبيرة لصغيرة كلهم مشاكل، العمى ما في دخان بدون نار. مثل ما بدك يا ابي. مو مثل ما بدي يا سطلة، هي الحقيقة. امرك يا ابي امرك. هات لشوف ولا شو اشتغلت اليوم؟ مو بكتير يا ابي. ليش يا بعد اما؟ شنو ما في حركة بالسوق يا ابي، خصوصي بعد المشكلة اللي صارت بين شكري وعزوز الواطي. رجعنا ندافع عن شكري ولا؟ لك تضرب انت وبيت ابو عزام كلياتهم ما فيش عندي قشرة بصلة. بعدين روح لبيت عربي بيك في شوية اغراض جبت لي اياه. امرك يا ابي. ولا تنسى تسلم لي عليه. امرك يا ابي. امرك يا ابي، امرك يا ابي، العمى بقلبك العمى. صار شاب. تبدي بولك حتى ما فيش خليه فيك انت الثانية، العمى تضربي انت وياه، العمى امتى بدنا نصير بني ادم؟ كل يوم يطلع لي فن شغل، يوم ما في شغل، يوم المشوار عاطل، العمى امتى بدنا نصير بني ادم؟ على مهلك هدي حالك، ما بدك سكان. حطي لي بعطيك. قومي روحي لبيت ابو جبري شوفي شو بدهم اوام. امرك قومي يعدمني اياكي شو بتحبي الواجب. هلا انت يلي كل هالحاره مقدمين شكاوي ضدك، جاي وبدك تشتكي، وعلى مين بدك تشتكي بالله؟ على شكري ابن ابو عزام سيدي. شكري بن ابو عزام؟ ليش شو عامل معك شكري بن ابو عزام؟ مثل ما انك شايف يا سيدي، شكري تعرض لي بالحاره وضربني، وكان راح يموتني من الضرب. العمى والله ما عم صدق اللي عم بسمعه، هلا شكري بن ابو عزام عامل فيك هيك؟ ايه يا سيدي، وانا جاي لعندك مشان تاخذ لي حقي منه. ايوه؟ وليش ضربك بقى؟ تبلي سيدي، الله وكيلك تبلي. تبلي؟ هيك من الباب للطاقة؟ أكيد أنت عامل له شي عملة حتى ضربك هالضرب ومشرشحك هالشرشحة، شو عامل معه؟ الله وكيلك ما عملت له شي سيدي. كذاب، أنت واحد كذاب. شكري كثير آدمي وسمعته طيبة بالحارة، ما بيعمل هيك عملة منوب؟ عفوا يا شاد افندي. وأنت قاعد كمان وما شو بدك؟ حاضر شاد افندي، بس بيسلم عليك جبري افندي وبعت لك معي هي الامانه، وبيقول لك شكري هو اللي ضربه لعزوز لانه عزوز عم يشتغل عنده بالفرن. ايوه عود ارتاح. وليش ما قلت لك من اول يا عزوز؟ والله لا اسلخ لك جلده سلخ لشكري، حقك عندي وانا باخذ لك اياه. يا عسكري فوزي، يا فوزي احترامي سيدي. روح جهز لي دوريه. وام تأمر سيدي. روح. يخرب بيته هالشكري شو عامل فيه. مسعود. حاضر سيدي. رحت قلت له للجبري اللي قلت لك اياه؟ قلت له يشتغل مثل ما قلت لي ببيت ابو عزام سيدي. الله يعطيك العافيه. انت قلت له يضرب اولاده لابو عزام؟ لا والله يا سيدي. قولوا ليه؟ حاضر سيدي. الله يعطيك العافيه يا جبري. مين قال لك تضرب اولاده لابو عزام؟ يضرب الغبي وعيشته.